منك لله يا عم كولر، وعمري ما هسامحك ابدا. انت السبب ان الاهلي ما يكسبش الزمالك النهارده 4 أو 5 مستريح. انت السبب ان الاهلي يظهر بالشكل ده طوال ال 75 دقيقة. انت السبب في كل حاجة حصلت النهارده لسبب بسيط، وان التشكيل غلط. انت النهارده ألفت، وتحديدا عمرو السولية وكريم نيدفيد. يعني كلنا متعودين الفترة الأخيرة ان وسط ملعب الأهلي بيكون كوكا ومروان عطية وإمام عاشور، وده اللي كان عامل الغلبة والقوة للأهلي في الفترة الأخيرة. هنقول كوكا مصاب، ولكن مروان عطية قاعد بره، محمد مجدي قفشة قاعد بره، أكرم توفيق قاعد بره. فأنت فاجئت الجميع النهاردة بعمرو السولية وكريم نيدفيد، وهم السبب الرئيسي في وقوع نص الملعب. لا في ضغط على فرقة الزمالك، ولا في زيادة هجومية بيعملوها، ولا في حتى استحواذ بيعملوه. علشان كده الأهلي ظهر بالشكل ده طوال الشوط الأول. الحاجة التانية اللي بعتب عليك فيها ان انت شايف الاهلي بالمنظر ده، وعادي كالعادة انا هغير في الدقيقة 70 ولا 75، يعني بين الشوطين لأ، في الدقيقة 55 لأ، في الدقيقة 60 لأ. يعني لو انت كنت تدخلت مبكرا او عملت التشكيل صح كان الاهلي كسب 4-5. والدليل ان انت اول ما عملت تغييرات، وتحديدا قفشة ومروان عطية مكان عمرو السولية ومكان كريم نيدفيد، الامر اختلف تماما. بدأت تضغط، بدأت تستحوذ على نص الملعب، عملت تحرر لإمام عاشور، قفشة عمل الزيادة الهجومية، والنتيجة كان خلال 10 دقايق 2-0 للأهلي. يعني انت يا كولر السبب ان انت تضيع على الأهلي مكسب كبير وتاريخي بسكور كبير، وتكون مباراة امتع من كده. وانت في نفس الوقت السبب ان الأهلي ظهر بالشكل السيء ده طوال المباراة. على العموم في النهاية بنقول لكل جماهير النادي الأهلي مليون مبروك الفوز ببطولة الكاس، وكمان على حساب نادي الزمالك، وكمان أول بطولة تتلعب خارج جمهورية مصر العربية، واللي اتلعبت في السعودية. مباراة كانت كرنفال النهاردة، والأهلي قدر يحسم لقب الكاس في النهاية بالهدف لإمام عاشور المشطشط المتألق في أول مباراة ليه قدام الزمالك، بيحرز هدف التقدم من اسيست رائع لملك القاضية محمد مجدي قفشة. وبعديها على طول قفشة لازم يحط البصمة بتاعته في الزمالك ويوم الجمعة كالعادة، علشان بدل ما تكون القاضية تبقى قضيتين. النهاردة بصراحة فنيات كتيرة مش هنتكلم عليها، علشان نكون صراحة مباراة فنية سيئة، وزي ما قلنا السبب في كل ده مارسيل كولر. والدليل ان نادي الزمالك قعد 90 دقيقة ما استغلش الحالة السيئة اللي فيها للأهلي، وحتى قدر يحرز هدف واحد. والمنظر اللي شفناه النهاردة ده، الزمالك لو قعد يلعب 3 أيام والله ما هيحرز ولا هدف، بل بالعكس الأهلي لو كان بدر في تغييراته شوية، وشفنا أنطوني موديست على حساب كهربا، وشفنا أيضا رضا سليم، أو شفنا كريم فؤاد، كان السكور قدر يعلى عن 2 يوصل ل3 و4 و5. والدليل على كلامي إن الأهلي في 10 دقايق لما عمل التغييرات النتيجة أصبحت 2-0. مليون مبروك للنادي الأهلي، مليون مبروك لجمهور الأهلي الكبير، مليون مبروك لمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني. وبنحب نوضح ده الفرق في الصفقات، الفرق بين إمام عاشور اللاعب الدولي، اللاعب الصغير في السن اللي لسه قدامه مستقبل وصنع الفارق مع النادي الأهلي الفترة الأخيرة، وبين جدي عبد الله السعيد اللي هو خلاص شطب كورة وخلص كورة. الزمالك بس جايبه صفقة جماهيرية مكايدة في الأهلي مش أكتر. شفنا الفارق على أرض الملعب ما بين اللي لاعب قدامه مستقبل كبير سواء في النادي الأهلي أو منتخب مصر، وبين جدي عبد الله السعيد اللي هو خلاص شطب وخلص كورة. في النهاية بحب أشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى، نسر الجزيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.